السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحاب كوكيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هنتعلم فيه مع بعض ازاي نعمل طريقة عمل الشنطة الحلوة قوي دي. شكلها حلو قوي، اوريها لكم من بره وعايزه اوريها لكم كمان من جوه، بطانة وسوستة وطريقة تركيب البطانة وطريقة كل حاجة في الشنطة، وازاي بنركب القفل، وكمان ازاي عملنا الودان الجميلة دي بتاعت الأرنوب. شنطة حلوة جدا لولادنا في الحضانة. وحابة اوريكم ظهر الشنطة كمان اهو، ازاي ركبنا اليد بتاعت الشنطة بالشكل دوت، وبقى عندنا كمان جزء يد للشنطة نقدر نشيل منه الشنطة بالشكل ده كده اهو. طريقتها سهلة جدا، تابعوني لنهاية الفيديو. هننفذ مع بعض الشنطة اللي هي الأخضر دي، هتعجبكم قوي، وبرضو طريقة تركيب القفل دوت. وبينا نبدأ الفيديو ونشوف هنحتاج ايه للشنطة القمر دي، وطريقة تركيب الدراع دي برضو. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه هحتاجها معاكم عشان نعمل الشنطه دي، انا هشتغلها بخيط مكرميه مصري، وده عشان اخف خيط ممكن نشتغل بيه شنطه وكده. وكمان معايا الخيط القطيفه، الورقه بتاعته بس وقعت، ثواني اوريها لكم. اهو الورقه بتاعت خيط القطيفه اهي، هو هيمالايا اهو، شكله حلو قوي بالشكل دوت. تمام كده. لو عايزين تعرفوا اسعار النهارده برضو للخيوط، النهارده كنت جايبه الخيط المكرميه ب140 الكيلو، وبكرة القطيفة دي ب100. هنستخدم تقريبا الشنطة تاخد مني كيلو الا ربع خيط مكرمية مصري. دي بقى البطانة اهي، انا بعملها تمام. ممكن تعمليها عند الترزي عشان تبقى خياطة مكنة، يبقى شكلها حلو كده اهي بالشكل ده. وده الجيب، شايفين حلو ازاي؟ عامله لها جيب كبير بمساحة البطانة كلها، شايفين معايا ازاي؟ دي البطانة بتاعت الشنطة. هحتاج كمان في الشغل معايا إبرة رقم 6 اهي. ويلا بينا نبدأ مع بعض نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة احنا هنبتدي نعمل قاعدة بيضاوية، تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف. أول حاجة هعمل عقدة البداية بالشكل دوت، وبعد كده هرتفع ب21 سلسلة كده. معايا 21 سلسلة اهو، هشتغل فيهم كلهم غرزة حشو يعني كده. كل غرزة هتقابلني هشتغل 1 غرزة حشو، الغرزة الأخيرة دي بقى هشتغل فيها 4 غرزة حشو. كنت اشتغلت واحدة اهي، يبقى أنا فاضل لي 3. ادي كده 2 و3 4 في نفس المكان، يعني في نفس الغرزة الأخيرة اهي كده. شايفين لفت معايا للناحية التانية. هاجي كده هفرد السلسلة بتاعتي وهشتغل على الحرف التاني بتاعها. شايفين احنا هنا كنا اشتغلنا، يعني هنا غرزة حشو اهي، كل غرزة حشو هخش في المكان اهو ده، وهشتغل فيها غرزة حشو تانية بالشكل ده كده. باخد الخيط ده بقفله معايا، هنا الغرزة دي اهي بدخل قصادها على طول واعمل كمان غرزة حشو. يبقى انا كده بقفلها ان انا بشتغل دوران. ودي كده طريقة عمل القاعدة البيضاوية لأي شنطة تحبيها. طيب المقاس يا كوكي؟ المقاس معايا هنا دي كده اهي، فده المقاس كده مظبوط. لما هرتفع بيه سطور هيكون اداني المقاس اللي انا محتاجاه. المقاس هيتحدد من اول هنا، عدد السطور الزيادة هو اللي هيخليكي تعرفي انت عايزة كام، يعني العرض بتاعها هيكون كام. تمام كده. هشتغل كده لحد ما اوصل للنهاية بتاعة السلسلة وهرجع لكم تاني.
دي كده الغرزة الأخيرة هدخل فيها. أنا عاملة هنا 1 فهعمل 3، 1 2 3 غرزة حشو في نفس المكان. لأني هشتغل حلزوني هاجي هنا هعلم أول غرزة طبعا في السطر هنشتغلها، دي هتكون أول غرزة معانا. هعمل كده وهعلمها على طول. بالشكل ده كده. وبعدين هشتغل تاني في كل غرزة 1 غرزة حشو عادي جدا. هاجي هنا هنبدأ نعمل التزايد من الغرزة دي اللي احنا اشتغلناهم ال4 غرزة في نفس المكان، دول اللي هنعمل فيهم التزايد. أول غرزة نشتغل فيها 2 1 2 غرزة حشو، واللي بعديها 2 كل غرزة فيهم في ال4 هنشتغل فيها 2 غرزة حشو، هيكون معايا العدد النهائي 8 غرزة حشو بدل 4. لو انتي بتتلخبطي ممكن تحطي هنا علامات عند اول غرزة واخر غرزة عشان تعرفي ايه التزايد بتاعك، انما انتي بالعين كده بتكوني شايفاه. وبعدين كل غرزة هتقابلني هشتغل 1 غرزة حشو بس عادي. بالشكل ده كده. هنا عندنا بداية التزايد اهي، 1 2 شيل الدبوس، وبعدين هنا 1 2 وكل واحدة في ال4 زي الناحية التانية اللي عملناه في الجنب دوت هنعمله في الجنب دوت. كل واحدة هشتغل فيها 2 غرزة حشو. بالشكل ده كده. دي أول غرزة معايا هنا في السطر أهي. بعد التزايد هشتغل فيها 1 غرزة حشو وهنعلمها، أو مش شرط تعلميها لو مش هتتلخبطي، هي آخر غرزة بعد التزايد بالشكل ده كده. وهشتغل عادي، هشتغل تاني هرجع اشتغل كده غرز حشو لحد ما اوصل عند التزايد دوت وهرجع لكم تاني. كده رجعت لكم تاني اهو، وصلت هنا عند التزايد وهشتغل كده في اول غرزة 1 غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 غرزة حشو. يبقى هنا في التزايد زي ما علمتكم برضو في فيديوهات تانية كتير، واحدة بنعمل فيها 1 وبعدين بنعمل 2 وبعدين 1 وبعدين 2 وآخر حاجة اهو 1 وبعديها 2. بالشكل ده كده. كمل تاني هنا غرز حشو عادية خالص، وكل غرزة بتقابلني اشتغل فيها 1 غرزة حشو
لو قابلتك حاجة زي كده عادي هنحاول تدريجيا، مش هنحتاج نص الخيط عشانها. هنا وصلت عند أول التزايد، هشتغل في أول واحدة 1 غرزة حشو، وفي التانية 2 غرزة حشو، بعدين 1، بعدين 2، وهكذا. يعني كده احنا متهيألي فهمنا التزايد بتاع السطر دوت، مرة واحدة ومرة 2. هنا كده وصلنا عند النهاية، هنشيل خلاص الدبوس ده بالشكل ده كده. هشيل الدبوس عشان هرتفع سطر كمان، وهنا هشتغل 1 غرزة حشو وأعلم مكانه تاني بالشكل ده كده، وهشتغل السطر ده لحد عند التزايد. هشتغل في كل غرزة برضو هتقابلني 1 غرزة حشو، هنا وصلنا عند أول غرز في التزايد أهو، تمام كده. هشتغل في الأولى 1، ركزوا معايا، وفي التانية كمان 1 بالظبط كده. يعني هنا 1 غرزة حشو، وهنا 1 غرزة حشو، واللي بعدها هشتغل فيها 2 غرزة حشو بالشكل ده، وبعدين 1، واللي بعدها 1، واللي بعدها 2 غرزة حشو بالشكل ده كده. تاني 1 1 2. يا رب يكون الدنيا سهلة عليكم وأكون عارفة أوصل المعلومة. 1 1، واللي بعدها 2. كده احنا خلصنا الجنب دوت وخلصنا التزايد دوت، ووصلنا عند الغرز العادية اهي. اشتغلها سطر كامل زي ما قلتلك. لو هتتلخبطي في غرز الحشو حطي علامة عند أول واحدة وعند آخر واحدة، تمام كده. بعدين هشتغل حشو عادي. هنا اهي الغرز دي اللي هنبتدي فيها هنا، دي غرز التزايد معايا، الجنب اللي بنتزايد فيه. هنعمل في أول واحدة 1، وفي تاني واحدة 1، واللي بعديها 2، بعدين هنا 1 1 2، نفس المكان، وبعدين 1 لوحدها، و1 غرزة حشو لوحدها، وبعدين 2 غرزة حشو في نفس المكان. فاضل معايا آخر 3 غرز اهو. هشتغل في أول واحدة غرزة حشو، وبعدين 1 غرزة حشو، وبعدين 2 غرزة حشو في نفس المكان بالشكل ده كده. احنا خلصنا السطر الأول. أسفة، احنا كده خلصنا القاعدة بتاعة الشنطة. شايفين سهلة ازاي، مخدتش وقت خالص. عملنا كده الشنطة، عايزين بقى نرتفع بالشنطة ذات نفسها. تعالوا هقول لكم هنعمل ايه. هيجي كده، هشيل بس الدبوس. بصوا، انا هنا شايفين حرف الفي اللي عندي ده اللي احنا بنشتغل فيه عادي. انا مش هشتغل فيه، انا لما هلف الشغل هنا
هلاقي حلقة كده هنا اهي ورا، شايفينها تحت حرف الفي، يعني حرف الفي اهو. هلف الشغل كده اهي الحلقة الصغيرة دي، يا رب تكون واضحة اهي. دي اللي انا هشتغل فيها. هدخل كده فيها، هعمل 1 غرزة حشو وهعلمها برضو بالشكل ده. وبعدين نفس الحكاية، أنا حرف الفي أهو هنيمه كده على ناحيتي، ووراه وفي حلقة أهي، هي دي اللي أنا هشتغل فيها السطر ده. السطر ده بس اللي بشتغله بالطريقة دي، وهوريكم ليه دلوقتي. عشان شايفين القاعدة دي عايزاها تكون باينة كده، تبقى شكلها حلو. حلو كده. هنكمل بنفس الطريقة، كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها من ورا في ظهر الغرزة. السلك بتاع الإبرة بالشكل ده كده. هكمل، مفيش أي تزايد، احنا كده خلاص خلصنا القاعدة اللي فيها التزايد، والشنطة كلها مش هيكون فيها تزايد. هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. بشتغل فين؟ بشتغل في الحرف الداخلي للغرزة من هنا. هخلص لنهاية السطر من غير أي تزايد وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا أصحابي أهو. رجعت لكم تاني يا أصحابي كده. عملنا السطر الأول في الشنطة وخلاص كده، كل اللي جاي في الشنطة مفيهوش أي تزايد تاني. كده احنا أسسنا الشنطة خلاص، وهنرتفع بيها بالطريقة دي. شايفين كده ازاي؟ طيب خليني أوريكم كده الشنطة التانية معانا أهي. نفس الحكاية، القاعدة شايفين الضفيرة بقى دي اللي في القاعدة، هي دي اللي عشانها اشتغلنا في الحلقة اللي جوه. طيب كده احنا هنعمل ايه؟ كده احنا كل اللي هنعمله هنشيل الدبوس بالشكل ده، وهشتغل عادي جدا في حرف الفي دوت زي ما بنشتغل عادي بالشكل ده كده. وهشتغل عادي كل الغرز اللي هتقابلني في حرف الفي. كده احنا بنعمل خلاص جسم الشنطة من فوق، مفيش أي تزايد، مفيش أي حاجة. كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها 1 غرزة حشو، ولما بوصل عند الدبوس بشيله وبشتغل مكانه غرزة حشو واحط الدبوس على طول، عشان افضل دايما عارفة اول غرزة. طيب يا كوكي، انا صعب عليا اعمل الجزء اللي انت عملتيه دوت في الحلقة اللي جوه في ظهر الشغل، اعمل ايه؟ عادي خلاص مفيش مشكلة. هتشتغلي في الحلقة اللي هي حرف الفي الداخلي اللي هنا، تمام. هيديكي برضو حرف من هنا هيكون شكله حلو للقاعدة. يعني لو مش عارفة تشتغلي في الحرف بتاع ظهر الغرزة، اشتغلي في حرف الفي دوت في الحلقة الداخلية، مش الأمامية اللي جوه. تمام كده. كده أكون تقريبا شرحت كل حاجة. هشتغل أنا بقى عدد سطور، عشان طبعا الفيديو مبقاش أطول من كده. هشتغل عدد سطور لحد ما أوصل لارتفاع الشنطة اللي أنا محتاجاه، وهرجع لكم نعمل مع بعض القلاب والوداد ونركب البطانة ونشوف كل حاجة هنعملها ازاي. استنوني. خلصتها، قلبت الشنطة، وعشان نقفل كل الخيوط الزيادة دي بالشكل ده كده قفلتها تحت الشغل، وبديها لسعة كده وبشبكها في الشغل، يعني عشان بصوا الخيط ما يخرجش خالص. تمام كده. هنعدل بقى الشنطة بتاعتنا واوريها لكم من الوش بالشكل ده كده اهو. ده كده الوش بتاع الشنطة. تمام. هنيجي دلوقتي هنعمل بقى ايه؟ عايزين نعمل القلاب بتاع الشنطة اللي هيقفل عليها. هحدد بس الجزء بتاع الجناب كده. تمام اهو. هعملها كده
وده تقريبا هيكون الجزء اللي ورا ده، يا رب يكون واضح اهو. الجزء ده كده ده هيكون الجزء بتاع القلاب. تعالوا هبدأ بقى ايه الشغل القلاب. هبدأه ببكرة جديدة عشان ما يكونش فيه اي وصلات في النص، ولا يكون فيه اي ايه ان احنا نلسعه من الظهر، لان القلاب مش بيكون عليه بطانة فبيكون باين. اول حاجة هبتدي بيها هعمل 12 سلسلة البداية، وهعمل فيها 12 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سلسلة بالشكل ده كده. عملت هنا كده غرزة حشو، وكل على كل السلسلة كل غرزة هتقابلني كده اهو في السلسلة هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس. بالشكل ده كده. هنا الغرزة دي هنعمل فيها دي كده آخر غرزة، هعمل فيها 4 غرزة حشو في نفس المكان. 1 2 3 4. بعدين هاجي هنا على الظهر بتاع السلسلة دي هشتغل فيها عادي، كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها 1 غرزة حشو. هنا اللي هو فين زي ما عملنا كده في القاعدة بتاعة الشنطة، هنا هيبقى هنا في كل قصاد كل غرزة هنا كده. بالشكل ده كده. هنا آخر خطوة مهمة قوي، هنا أنا دي كده أهي آخر غرزة هشتغل فيها اهي اللي قصاد غرزة الحشو دي، وهشتغل فيها 1 غرزة حشو بس. دي هنا بقى كده خطوة مهمة نسيت أقولها لكم برضو، هحتاج ماركر بالشكل ده عشان أعلم الجرس بتاعة التزايد عندي. من هنا نسيت أقول لكم ما عندكوش ماركر دبوس مشبك عادي بالشكل ده كده أهو. 1 2 3 ودي آخر غرزة في التزايد. طب ليه يا كوكي انتي علمتي هنا وما علمتيش في القاعدة بتاعة الشنطة؟ علشان خاطر هنا أنا دلوقتي هلف الشغل واشتغل في الظهر. القاعدة كنا بنشتغلها على طول في الوش، فكانت الغرز بتكون واضحة وباينة معايا ان هي دي الغرز اللي انا هشتغل فيها وان التزايد هنا. لما بشتغل سطر في الوش وسطر على الظهر مش بيكون معايا باين الغرز اللي هي بتاعة التزايد. تمام كده. فدلوقتي هاجي هنا ادخل بالإبرة، فهنا انا كده معلمة هنا بالعلامتين على اول غرزة واخر غرزة. هرتفع 1 سلسلة وهلف الشغل. السلسلة دي بمقام أول غرزة حشو، وهدخل في تاني غرزة على طول واشتغل فيها 1 واللي بعدها 1، وكل غرزة هتقابلني هشتغل فيها 1 غرزة حشو. بالشكل ده كده اهو. هاجي هنا اشيل الماركر وهشتغل مكانه 2 غرزة حشو في نفس المكان. 1 2 تمام كده. معلش احنا هنا عملنا أول غرزة وهنحط فيها هي العلامة مش الغرزة التانية، يبقى أول غرزة وبعدين أحط العلامة بتاعتي على طول، وبعدين أعمل تاني غرزة في نفس المكان، والغرزة اللي بعدها هعمل فيها 2 غرزة حشو. 1 2 واللي بعدها كمان 2 غرزة حشو.
واخر غرزة فيها العلامة هشتغل فيها 1 و2 غرزة حشو، وهعلم الغرزة رقم 2. هنا هعلم الغرزة الأخيرة، يبقى أنا بعلم أول غرزة وآخر غرزة معايا الأولى والأخيرة. هاجي كده هكمل السطر، هشتغل هنا على كل غرزة تقابلني هشتغل 1 غرزة حشو، دي آخر غرزة أهي معايا مش عايزين ننساها بالشكل ده كده، واشتغل فيها غرزة حشو. دلوقتي بقى في حاجة مهمة عايزة اقول لكم عليها، احنا معانا هنا من فوق هتلاقوه ستريت كده، وهنا هتلاقوه واخد دوران. في حاجة مهمة، لو انت حابة القلاب بتاعك يدي هنا دوران، يعني يكون شكله النهائي بعد ما نكبره يكون دوران، هتعملي التزايد مختلف، مش فوق نفس كل الغرزة هننفذ التزايد. يعني احنا مثلا بنزيد في كل سطر مرة 1 وبعدين في الغرزة اللي بعدها وبعدين في الغرزة اللي بعدها، لا مش هنعمل كده، هنزيد عشوائي. يعني هنتزايد مرة في الغرزة الأولى ومرة في الغرزة اللي في الوسط، مرة في الأولى مرة في الوسط. أنا حباه يبقى معايا مدي شكل رباعي كده، فهتزايد في كل غرزة تزايد هعمل فوقيها التزايد بتاعها. يا رب أكون قدرت أوصل المعلومة دي. هاجي هنا هاخد 1 سلسلة وهلف الشغل، هشتغل على دول عادي جدا جرس حشو، وهوصل لعند التزايد وهرجع لكم تاني وأوريكم هنتزايد ازاي. رجعت لكم تاني كده، وصلت هنا عند التزايد دوت، هشيل الماركر دوت، وهنا اول غرزة هشتغل فيها 1، وتاني غرزة هي اللي انا هشتغل فيها التزايد بتاعي، هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. نسينا نعلم معلش، دول الاتنين ودي الواحدة، دي كده اول غرزة في التزايد في السطر الجديد. وبعدين هنا هشتغل 1، وبعدين اللي بعدها هشتغل تزايد. يبقى هنا في السطر دوت اللي هو رقم 3 بشتغل في غرزة 1 وفي غرزة 2، في غرزة في التزايد 1 وبعدين تزايد 1 وبعدين تزايد، ادي كده 1 واللي بعدها تزايد. بالشكل ده يبقى معايا آخر غرزتين، هشتغل في الأولى 1 واللي بعدها هشتغل فيها تزايد، واحط الماركر في آخر غرزة في غرزة التزايد. هكمل كده عادي لنهاية السطر، وهبتدي السطر اللي بعديه واشتغل برضو الصف دوت، وأول ما اوصل عند التزايد هوريكم هنتزايد ازاي. رجعت لكم تاني، وصلت عند التزايد، هنا أول غرزة في غرزة التزايد هشيل العلامة هعمل غرزة حشو واحط العلامة على طول، تمام كده. وهنا السطر اللي فات كنا بنشتغل 1 حشو تزايد، لا السطر ده هشتغل 2 غرزة حشو، والتزايد هشتغله في الغرزة رقم 3 1 2، هشتغل فيها 2 غرزة حشو، يبقى معايا 1 2 حشو عادي من غير تزايد، ادي 1 واللي بعدها 1، والغرزة رقم 3 هشتغل فيها 2 حشو في نفس المكان. كده لو تاخدوا بالكم احنا كل سطر بنبعد بالتزايد غرزة، يعني هنا اشتغلنا في كل الغرز، هنا اشتغلنا واحدة من غير تزايد وواحدة بتزايد، هنا اشتغلنا 2 من غير تزايد وواحدة بتزايد، تمام كده. 1 2 واللي بعدها تزايد. هكمل كده لنهاية السطر، وهبتدي السطر الجديد لحد ما اوصل عند التزايد وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اهو، وصلنا عند التزايد، وهشيل أول علامة وهعمل أول غرزة في غرز التزايد، وهحط العلامة على طول تاني،
هبدأ بقى أعد. السطر اللي فات كنا بنعمل 1 من غير تزايد و2 من غير تزايد وفي تزايد في غرزة رقم 3. السطر ده التزايد هيكون في غرزة رقم 4 1، وهعمل 2 من غير تزايد 3، والتزايد هيكون عندي في غرزة رقم 4 1، هعمل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان، وهكذا للنهاية. اشتغل 3 غرزة من غير تزايد والرابعة هعمل فيها، وهكمل كده. هرتفع سطور في كل سطر التزايد بيبعد غرزة، يعني هنا التزايد في غرزة رقم 4، المرة الجاية يبقى في غرزة رقم 5، السطر اللي بعديه في غرزة رقم 6، اللي بعديه في غرزة رقم 7. هكمل أنا كده خلص القلاب كله، تقريبا هنشتغلهم 9 سطور، هخلصهم وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا اصحابي كده اهو، خلصنا القلاب بتاعنا بالشكل ده. خلاص احنا مش محتاجين العلامات، هنشيلها كده. شلناها. دلوقتي معانا دي سايبين فتلة طويلة في القلاب عشان دي اللي هنقفل بيها في الشنطة. تعالوا بقى كده، ودي عملت سلسلة طويلة، دي اللي هيكون فيها الشداد بتاع الشنطة. تعالوا بقى شوف فين الوش وفين الظهر. ده الظهر اهو بتاع الشنطة. هاجي هنا بالشكل ده. هخلي الأول معلش هنركب الشداد ده. هاجي هنا هتني الجنب كده، وهتني الجنب التاني. بصوا اهي، شايفين كده اهو. هاجي هنا هدخل الإبرة بتاعتي، شايفين أنا عاملاها اهي حرف ام تانية كده لجوه. هدخل الإبرة فيهم كلهم، في دي وهنا 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 بالشكل ده. وبعدين هسحب الشداد، أخرجهم منهم كلهم كده. كده خرجناه من هنا، نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. كده قفلناها اهو، والشداد بتركب كده. تمام كده بقى معايا الظهر اهو اللي هركب فيه القلاب. هحط القلاب ظهره فوق بالشكل ده كده، شايفين ازاي؟ وهبدأ بقى ايه اثبته عادي، يعني انا كده هاخده من هنا اهو، هسحب الخيط اللي انا كنت سايباه فيه كده بس، وادخل بقى في الحلقة دي والحلقة اللي قصادها. ممكن نثبته في حرف واحد، خلينا نثبته في حرف واحد بس، يكون احسن كده. اخد الحلقة دي التانية مع التانية، بعدين اسحب الخيط وهشده جامد، كل حلقة مع حلقة تانية من اللي قصادها في الشنطة.
كده. هكمل كده لحد ما يخلص القلاب كله، الشداد يكون تحتيه مش فوقيه، يعني الشداد ما يبقاش جوه، الشداد يبقى تحت والقلاب فوق كده. تمام، وهثبت كده للآخر وهرجع لكم تاني.